مش كل يوم بيبقى نجاح، وفي عالم الكوكيز الغلطة بمعلقة. خليني احكي لكم عن شوية غلطات حصلوا وعلموني كتير. مرة سبت الصاج شوية زيادة، الريحة تحفة. الكوكيز طوب حراري فخر الصناعة المصرية. مرة حطيت دقيق قليل قوي، طلعت الكوكي مفرودة زي السجاد. ومرة العكس، دقيق كتير قوي، الكوكي طلعت أبراج، ولما عملتها قرص قبل ما أجمدها طلعت كور هوكي. بس اللي ضحكني فعلا، مرة نسيت نفسي في الفانيليا. ريحة الكوكي كانت عاملة زي معطر العربية، وطعمها كان مر. بس كل واحدة من التجارب دي علمتني ان انا اعرف اللي بيظبط بيبدأ بان انا اعرف اللي بيبوظ، وكل كوكي بايظة قربتني اكتر واكتر للكوكي الصح. لو حبيت الصراحة دي، يبقى استنى الكوكي اللي اتعملت بالتعلم من الغلطات دي علشان اقدمهولك. ومش لازم تطلبها دلوقتي، بس لما تحب تجرب حاجة معمولة بإصرار مش بس سكر، انا هنا. اشوفكم بكرة.